تعادل بطعم الفوز لنادي الزمالك بنتيجة 2-2 مع نادي بيراميدز. مباراة كانت مفتوحة، مباراة أداء رائع من الفريقين، وخصوصا نادي بيراميدز في الشوط الأول، ثم الانتفاضة للاعيبة نادي الزمالك بعد إجراء أوسيريو كده المجموعة من التغييرات مع أحداث الشوط الثاني. بيراميدز كان في الشوط الأول مسيطر على مجريات المباراة تماما. أوسيريو أخطأ في التشكيل، دخل مجموعة من اللاعبين الجديدة لنادي الزمالك ومجموعة من الناشئين. لأول مرة مجموعة تقريبا 70-80% من تشكيل نادي الزمالك أول مرة يلعب مع بعضه من فترة طويلة، وهو الراجل شاف ان ريح كده مجموعه من الاساسيين، مجموعه كبيره من اللاعبين الاساسيين. في احداث الشوط الاول نادي بيراميدز سيطر تماما على المباراه، واحرز هدف لعبد الله السعيد من ضربه حره مباشره، وكان طبعا خطا من تمركز الحائط البشري. طبعا الحائط فتح اثناء عبد الله السعيد ما بيشوط الكوره، ومحمد صبحي كان صعب جدا ان هو يصد الكوره لانها كانت في الزاويه العكسيه. مع احداث الشوط الثاني والتغييرات المطلوبه، أوسيريو بقى تراجع وعاد مره اخرى الى صوابه في التغييرات. نادي الزمالك رجع في المباراه وبقت النتيجه 2-1 لصالح نادي الزمالك. ثم في اخر ربع ساعه شفنا ضغط عالي جدا من لاعيبه نادي بيراميدز بعد التعادل في النتيجه، وكانت يعني شباك نادي الزمالك كان ممكن في اخر ربع ساعه يعني تتلقى هدف او هدفين. عشان كده احنا بنقول ان هذه المباراه تعادل لنادي الزمالك بطعم المكسب. يعني شفنا فرقه بيراميدز زي ما بيقولوا مدججه بالنجوم وصفقات والكلام ده كله، وبالعكس تماما لنادي الزمالك مجموعه من اللاعبين الشباب والمنضمين للفريق الاول، الى جانب ان فريق نادي الزمالك بيعاني حاليا زي ما احنا عارفين من مشاكل بقى في مجلس الاداره ولجنه بتدير نادي الزمالك لحين اجراء انتخابات. واهم ما في الموضوع هو ايقاف القيد لنادي الزمالك اللي طبعا اثر عليه بشكل كبير جدا ان هو يقدر يستخدم صفقات جديده تدعيما لخطوط نادي الزمالك. بشكل عام المباراه كانت رائعه لنادي بيراميدز. نادي بيراميدز خسر نقطتين في الصراع المبكر امام النادي الاهلي، وايضا نادي الزمالك خسر نقطتين في الصراع المبكر مع النادي الاهلي. يبقى المستفيد الاول من هذا التعادل هو النادي الاهلي. بعد صفرة حكم اللقاء كان في مشادات كده ما بين الاجهزه الفنيه وبعضها ما كانش لها اي لازمه. لازم يعني نرتقي شويه ويكون في يعني روح رياضيه ما بين اللاعبين، زي ما بنقول ما بين اللاعبين وما بين الجماهير، ايضا ما بين الاجهزه الفنيه. كانت حاجه غريبه النهارده ان احنا شفنا التصوير، كل الناس كانت بتتكلم عن التصوير لم يكن باحسن حالاته في مباراه الزمالك. رابطه الانديه وعدت ان هيبقى هناك شكل مختلف للدوري. شفنا فعلا شكل مختلف في مكان تغيير كده او مكان كتابه اسم النادي والوقت والكلام ده كله. بنشوف يعني اثارات غريبه وليست بالشكل المطلوب. كنت نتمنى طبعا ان يبقى اسم النادي مكتوب باللغه العربيه، او على الاقل مكتوب يعني اول 3 حروف من النادي باللغه الانجليزيه. هتسهل كتير جدا على المشاهد اللي لاول مره يشوف او يبص على الخانه بتاعه النتيجه والفرق والكلام ده كله، ان هو العمليه تكون سهله. طبعا السبايدر كام شفناها في المباراه لكن موجوده بزياده، يعني ما بتاخد وقت زياده في التصوير بيبقى شكلها مش بالشكل الامثل، وخصوصا لما يبقى فيه هجمه ولا حاجه فهي مش زاويه رائعه قوي للتصوير، ولكنها هي زاويه مساعده لبعض اللقطات اللي بتجيبها بشكل حلو. فنتمنى طبعا الفتره الجايه ان الاخراج والحاجات دي يكون على اعلى مستوى ويكون فعلا يليق بالدوري المصري. اللقاء أدير تحكيميا على اعلى مستوى، كل القرارات التحكيميه كانت في افضل صوره، وانا بتمنى شخصيا ان كل لقاءات الدوري المصري تكون يعني نفس التحكيم وشبيهه بنفس التحكيم، وهتكون فايده كبيره جدا لكل الانديه، وهتكون راضيه تماما على نتائج فرقها، وكل المديرين الفنيين هيكونوا راضيين على النتيجه، ومش هيبقى في اي انتقادات للتحكيم. بصراحه حكم اللقاء كان على مستوى عالي جدا في مباراه الزمالك وبيراميدز. كلمه بقى لجمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك اصبر على فرقتك. الناس اللي بتتكلم عن بعض اللاعبين في نادي الزمالك يعني لا يستحقون التواجد في النادي، معلش هو النادي بيمر بظروف صعبه جدا، وظروف الاداره وظروف التعاقدات والكلام ده كله، فيعني لازم جمهور نادي الزمالك يقف دائما وراء لاعبيه ووراء النادي. فنتمنى التوفيق للانديه المصريه.